عامله فيديو شكر لوزاره الداخليه على المجهود اللي بتبذله عشان اي حاجه بتحصل غلط في الدوله. خبر النهارده اللي صحيت عليه ده بجد يعني شابوه شابوه ليهم، وعاش اللي ما يعرفش ان في جماعه اسمها جماعه حسم، ودي جماعه تابعه لجماعه الاخوان المتأسلمين. الجماعه دي طلعت بعد الثوره وبعد ما المصريين طردوهم من مصر والدوله طردتهم، فعملوا الجماعه دي وبيرقصها 5 افراد كده هم عايشين في تركيا. المهم يعني ان في فيديو كان متداول بس انا ما شفتوش من فتره، كان الفيديو ده في الدول المجاوره، ولكن وزاره الداخليه ما رضتش تقول اني دوله كلها مشاكل. كانوا بيتدربوا هناك ولابسين لبس كده مغطيين وشهم كالعاده، هم دايما مغطيين وشهم. تعادوا لمصر وتعادوا للنظام المصري، وهنعمل وهنسوي وهنوريكم يا مصريين. والهري ده فيها تسلل واحد من الناس دي من برضو الدولة المجاورة ودخل مصر. اللي ما كانش يعرفوا ان طبعا ان الداخلية رصداه والامن الوطني، وانضم ليه واحد تاني انا مش فاكرة اسماء لان كان اسمائهم كتير كده، وخدوا شقة في بولاق الدكرور، راحوا حتة منطقة تكون زحمة عشان ما يبقى صعب رصدهم. وكان المفروض ان هم هيعملوا عمليات ارهابية في مصر تعمل بقى شوشرة في مصر وقلق. النهاردة حصل مداهمة للوقر ده، وطبعا حصل تبادل لاطلاق النار، وللاسف في مواطن مصري شريف ماشي مصادفه في الوقت ده واتضرب وتوفى في الحال، الله يرحمه، من الشهداء ان شاء الله. وفي ضابط برضو اتصاب، كان عايز يلحق المواطن ده فجات له اصابه، وان شاء الله يقوم بخير. وتم تصفيه الاثنين اللي كانوا موجودين في الوقر ده. عايزيني انا مش قادره افهم الجماعات المتأسلمة دي عايزه ايه. اللي بشوفه في الكومنت ان وهنوقع يعني اني شعب مثلا ممكن يرحب بيكم. يعني احنا شفنا برضو الدول المجاورة حصل فيها ايه. لما الجماعات دي فيها ايه اللي حصل في الدول دي، انهارت تماما. دلوقتي الدول اللي فيها اي جماعة من الجماعات دي منهارة، وانا لا بصي لاي دولة ولا ليه علاقة باللي بيحصل في اي دولة، انا يهمني بلدي ربنا يحميها، ولكن بتكلم للشعوب. فين مخكم يا جماعة؟ يا جماعة فين مخكم؟ ازاي لحد النهارده في حد بيسلم لجماعات زي دي؟ ان شاء الله مصر في امن وامان ليوم الدين. وخدتوا قفا ميري، او ده القفا الميري اللي طرقع وطرقع، بس طرقع فرحنا. ويا رب دايما كده مرصودين، ويا رب دايما مصر في امن وامان، وربنا يبعد عننا الارهاب. وكفايه بقى مؤامرات لان ربنا حاميها غصب عنكم. فكروا محميه من فوق يا اولاد، والله محميه من عند رب العالمين. مهما عملتوا في رباط يوم الدين، وهتفضل مصر الى قيام الساعه في رباط يوم الدين ان شاء الله. تحيا مصر. شكرا لوزاره الداخليه اللي خلصت على الاشكال الضاله دي.